نصبح على حضراتكم من جديد. اتكلمنا مع حضراتكم الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن موضوع للأسف كتير مننا إن لم يكن كلنا بنتعرض إليه، التطفل والفضول والتدخلات الزيادة عن اللزوم في حياتنا. ده بيكون إما من خلال أسئلة أو من خلال رغبة شديدة غير مفهومة الحقيقة لمعرفة معلومة أو حكاية، رغم إن المعلومة أو الحكاية دي ما تخصش الطرف التاني أصلا خالص. ونتعرض بقى لأسئلة محرجة وللأسف أوقات كتير ما بيكونش ليها إجابة أو أنا مش حابب أتكلم عنها، زي مثلا تلاقي حد بيقول لك مرتبك كام؟ ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ يعني مش عارف بصراحه يعني. غيرها كمان من الاسئله الكتير اللي هنعرفها النهارده من ضيفنا اللي بيشرفنا الدكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ عمر. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه فاطمه. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين جميعا. مشكله كبيره جدا كلنا بنعاني منها، فكره ان الناس طول الوقت شايفه انه من حقها اقتحام حياه الاخرين. للاسف في مجتمعنا ما بقاش في حاجه اسمها خصوصيه، او بمعنى اصح ممكن الخصوصيه تكون موجوده لكن ما فيش اي حد بيعمل لها اي اعتبار، فبالتالي بتزيد التدخلات الغير مفهومه والغير منطقيه. قبل بقى ما نعرف ازاي نقدر نتعامل في كل المواقف دي، ازاي نقدر نرد على الاسئله اللي قد تكون محرجه الى حد ما او اسئله خاصه بحياتنا الشخصيه، عايزين في البدايه نعرف من حضرتك المفهوم العلمي لفضول الغير، وازاي نقدر كمان نكتشف ان الشخص اللي قدامنا ده حد فضولي ومتطفل جدا. هو الفضول هو تدخل فيما لا يعنيه، باختصار يعني عشان نقول كلمتين، ان الشخص بيتدخل في شيء لا يعنيه على الاطلاق. فبالتالي حتى لما بنيجي نتكلم هو احيانا نقول شيء يسبب الحرج للاخرين، برضو ده من ضمن الامور اللي فيها الفضول، لان طبيعي ان انا لما هكون بتكلم كلام عادي مش هي حاجه بيسبب لي حرج، انما مشكلتي كلها بتكمن في الامور اللي ممكن تسبب لي حرج، ابقى مش عايز ارد على هذا السؤال. فبالتالي هو باختصار التدخل في شؤون الاخرين. ويمكن احنا عندنا زي ما حضرتك قلتي وذكرتي وزي ما الاستاذ عمرو ذكر مجموعه كتيره جدا من الاشياء والاسئله الفضوليه، ويمكن نقول ان الخصوصيه ممكن تكون منتهكه نوعا ما في يعني عندنا، مش عايز اقول في المجتمع كله، انما في بعض الشرائح كثيره جدا. يعني ممكن حتى لو قلنا مثال يمكن يبدو ان هو يعني ممكن يكون ساخر او حاجه، ولكن ده بيحصل. يبقى حد راكب في المواصلات بيكتب حاجه، ممكن حد يقول له يقول له كذا، او في التليفون يقول له هو ليه عمل لك كذا، انت ازاي تسكت له، كلام زي كده وانت ما تعرفش اصلا ايه ما وراء الاحداث، ولكن في الواقع هو بيحصل وبيجي لنا عليه اسئله. فبالتالي هو ده احنا كده بنتكلم على حد ما يعرفنيش، ما بال حضرتك بقى بالاشخاص اللي قريبين اللي عندهم مساحه كمان معايا. اللي عندهم مساحه. طب هو في حاجه، هو التطفل والفضول هم شيء واحد ولا يختلفوا عن بعض؟ يعني تقريبا لا، شيء واحد، تقريبا شيء واحد. متطفل على خصوصياتك، متطفل على حياتك الشخصيه، هي ده يعتبر بالنسبه لي. طب والسبب في ده ايه يا فندم اصلا؟ يعني اللي عنده مشكله فضول او تطفل، هل هي مشكله نفسيه مثلا؟ العلم بيقول ايه وحلها ايه؟ يعالجها ازاي؟ العلم بيقول انه هو حاجه من الاثنين، يا اما بيبحث عن الاهتمام من الاخرين، يا اما بيحاول يوري نفسه ان هو عنده معلومه. عارف حضرتك هو السؤال ما بيقفش عند اللي هو بيقوله لك، هو لما بيسالك بيتبع السؤال حاجه منه يبين لك فيها ان هو اللي عالم بواطن. وزي ما حضرتك ذكرت مثلا، ذكرت مثال يقول لك مرتبك كام، فلو فلنفرض ذكرت له المرتب بتاعك ممكن يقول لك ازاي بتاخد المرتب ده في فلان بياخد، يعني دايما بيحاول ان هو يبين بقى اسئله كتير بعد كده. فالفضول ده مش بس فضول، هو اهتمام، يعني عايز يبحث عن انت تهتم بيه. ممكن تبقى قاعد ساكت ما بتتكلموش فعايز يثير هذا الاهتمام، ولكن بيثيره بطريقه خاطئه. نمره 2 عايز كمان ان هو يثبت لك ان هو على درايه بالشؤون كلها، فلو كلمته في حاجه اسريه هيرد عليك، لو كلمته في حاجه في التربيه هيرد عليك برضو فيها، وكانه لو كلمته في حاجه في المرتب في الشغل في التخطيط في اي حاجه، دايما هو سؤاله هيتبعه، مش هيتبعه سكوت. فكره جذب الاهتمام، يعني جذب الاهتمام واظهار قدراتي واظهار ان انا عندي عالم ببواطن الامور حتى لو ما كنتش اعلم اي شيء عن هذا الامر. احيانا كمان في بعض الاشخاص بيعمل ايه، بيسفه او بيقلل من الردود بتاعت حضرتك عشان يبين نفسه ان هو الاقوى. يعني مثلا لو قلت له انا بشتغل كده يقول لك يا عم هو في حد بيشتغل، هو في حد الحاجه دي بتاكل عيش، يحسسك ان انت بتشتغل حاجه مثلا بسيطه او حاجه قليله وهو اللي بيشتغل الحاجه الاكبر. فبالتالي يعني احيانا كمان بيبقى يسفه من الاخرين، وده غالبا بيبقى كمان عنده فضول وعنده نرجسيه، هو دايما عايز يقول انا موجود وخلاص. طب يا دكتور، الفضول وحب الاستطلاع ده بيجي من الشخص القريب مني اللي يعرف تفاصيل كتير جدا عن حياتي ولكن ممكن تكون غايبه عنه تفصيله معينه فبيسالني عنها، ولا من الشخص الغريب عني تماما اللي ما يعرفش اي حاجه عن حياتي فبيبدا بقى عايز يعرف كل التفاصيل عني؟ ما هو بيجي من الاثنين زي ما احنا ذكرنا. ممكن واحد في مواصله من المواصلات يتكلم مع حضرتك وهو ما يعرفكيش، او واحده وفي نفس الوقت بيبقى حد شخص عارف عن حضرتك بعض التفاصيل فبيسالك سؤال في تفاصيل حياتك. يعني واحده مثلا ما اتجوزتش فبيقول لها مش بيقول لها بقى انت متجوزه ولا مش متجوزه، هيقول لها انت متجوزه
اتجوزتيش ليه؟ ما هو عارف بقى التفاصيل، او هي عارفه انت الاولاد مش عارف عندك كذا، طب ليه ما جبتوش ولد تاني؟ هو عنده معلومه فعايز يزود المعلومات بتاعته ويتدخل. ناقصك ايه يا حبيبتي؟ نعم، عارف حضرتك الكلام ده، ناقصك ايه؟ فعلا. او ناقصك ايه؟ فعلا. يلا اتجوزي بقى، ماشي. ما هو بص حضرتك، هي مراحل بالنسبه للزواج بالذات، عشان برضه تخصصي الاكتر في العلاقات الاسريه. الاول ما اتجوزتش ليه او ما اتجوزتيش ليه، بعد كده ما خلفتش ليه، بعد كده خلفت واحد طب ما تخويه، يعني نفضل ايه في سلسله في سلسله. طب خلفت اتنين مش ناويين تجيبوا حاجه، في مفيش حاجه جايه في السكه. الكلمات اللي حضرتك بنسمعها دي كلها، وهي برضه من صميم التدخل. حتى هذه الاشياء يعني غير مستحبه وغير مرغوبه ان انا اقول هذا الامر، وخاصه لو مثلا اتنين ما اتجوزوا وما خلفوش بقى لهم فتره. هو في ناس بتعتبر ان الموضوع ممكن يكون بيتقال بنيه سليمه او علشان يفتحوا مواضيع مع بعض او يتكلموا، بس هو في النهايه فضول. هو اغلب اغلب الاوقات بيبقى بنيه سليمه، ولكن زي ما قال حضرتك هو مش واعي ان هو يتعامل معاه نفس الحاجه. عشان كده في استراتيجيات بقى للرد. الاستراتيجيات دي مش لازم نقول ان انا هتكلم دلوقتي في حاجه رهيبه او محدش هيعرف، لا، هو المسمى بس المصطلح عشان بنتكلم حاجه علميه. المصطلح هو كلمه استراتيجيه، ولكن نقدر نقول عليها طرق للرد على مثل هذه الامور. طب قبل ما نوصل لطرق الرد، العشم، كلمة العشم اللي بتستخدم تعبير دارج كده في الشارع المصري، هل هي الفضول برضو؟ طبعا يقول لك العشم قتله، مش بتسمع الحكايه يعني لازم يعرف كل حاجه ويقول لي، بس مش فضول دايما، لان انا ساعات بطلب من حضرتك طلب بعشم، فنقدر نقول عليها مش دايما بتبقى التعشم في انك هتجاوب، ممكن التعشم في طلب بطلبه منك، متعشم فيك في انك هتروح معايا في المشوار الفلاني، هتديني فلوس، هتعمل لي حاجه معينه، فهي مش دايما يعني العشم، مش ولكن دايما رايحة في جزء من السكه طيب دي. بما ان حضرتك ذكرت طرق الحل، فيعني حضرتك او التعامل مع مثل هذه الامور وفكره الفضول والتطفل، حضرتك حابين نعرفها منك وتقسمها لنا بقى يا ريت، لان يمكن قبل ما نبدا الهوا كنا بندردش مع حضرتك، حضرتك قلت حتى على مثال مهم جدا، ان حد مثلا يكون قريبي وراجل كبير مثلا وله مقامه في العائله مثلا، فبيسالني اسئله يعني على حد ذكر تعبير فاطمه بحسن نيه، بس انا مش عايز اجاوب، فمستشعر الحرج ومش قادر اقول له مثلا حضرتك يعني ما تتدخلش فيما لا يعنيك، فهنا بيبقى في موقف محرج شويه. خلينا يعني مش هنضحك على بعض، في ناس كتير قوي ممكن ميبقاش عندها من الجراءه ان هي تعرف تتعامل مع مثل هذا الامر، فحضرتك بقى فنط لنا الحلول كده زي ما بيقولوا. اول حل التجاهل من غير ما احرج الطرف الاخر. يعني مثلا حضرتك سالتني سؤال مش عايز ارد، ممكن امسك الموبايل كاني برد على حاجه ثانيه بحيث ان يعدي مرحله من الوقت فيبقى طب ما التجاهل ده ممكن يزعل الشخص اللي قدامي. ما انا بقول لحضرتك، انا هقول الحاجات وكل واحد يختار الموقف اللي يناسبه والطريقه اللي تناسبه مع الشخص اللي مناسب. فانا هقول اول حاجه، اول طريقه هي طريقه التجاهل. ممكن هو بيقول لي حاجه فانا انده لحد، طب لحظه واحده، يعني ما هو انا مش لازم التجاهل ان انا ما اردش على حضرتك خالص، ممكن ادي لك كلمه يعني فيها يعني نوع من انواع المجامله، طب لحظه واحده بس يا فلان مش عارف ايه، طب ثانيه واحده بس اشوف الرساله دي، فانا هنا اصبحت او ثانيه واحده لازم اعمل مكالمه ضروري، فبالتالي هنا انا تجاهلت، ولكن يعني ما اهنتش حضرتك، ما سبتكش ان انت تتكلم. نمره 2 احيانا ان انا ممكن اغير الموضوع، ودي طريقه برضه لبقه، فبحيث ان هو بيسالني على حاجه اقول له طب هو بس انا الاول كنت عايز اسالك على حاجه، هو كذا كذا مثلا، فكون في مواضيع مثاره بيننا وبين بعض، قبل ما انسى اقول لك كذا وننخرط في الموضوع الاخر وابعده عن الموضوع الاساسي اللي انا مش عايزه. نمره 3 الرد بطريقه يعني زي ايه، حضرتك ده هنا بقى مش هينفع مع الناس اللي يعني القامات الكبيره قوي، ممكن حضرتك هتسالني سؤال فانا اقول لحضرتك هو حضرتك مهتم بالموضوع ده ليه، فاصبح السؤال الاجابه، اصبحت ان انا حطيتك انت في موقف في موقف الاجابه. يعني بدل ما انا اللي بتسال ومش عارف ارد، فانا هقول لك حاجه تحرجك، وفي نفس الوقت انت لما ترد هنخرج من الموضوع بطريقه لطيفه. انا كنت عايزه برضو اتكلم في النقطه دي، يعني هل فعلا فكره ان انا احرج الشخص اللي قدامي، لو هنتكلم عن الشخص الغريب عننا اللي ما يعرفناش او اللي مش هاممنا قربه من بعده، فمطلوب مننا اننا نحرجه في اللحظه دي باي اسلوب، حتى لو هيحصل صدام فيما بعد، علشان اوقفه عند حده وما يكررش الاسئله دي من تاني؟ عندي الاحراج المهذب والاحراج التصادمي. الاحراج المهذب اللي انا زي ما قلت لحضرتك ان انا ممكن اقول طب وانت حضرتك مهتم بالموضوع ده ليه قوي كده، فيعني مش هيبقى مع انه هيزعل برضه والله، معلش، بس مش هيبقى فيه الصدام الكبير اللي هو بقى ايه اقول له انت مالك، او ان انا ارد عليه بقى الردود اللي هي القاسيه لما يكون شخص ما يعنيش في حاجه. فممكن اقول له والله انا مش بحب، يعني انا مش هفضل كلمه وانت مالك، لان انا نفسي لو اتسالتها مش هقدر اقولها، فانا دايما اقول الحاجه اللي اقدر اطبقها على نفسي. ولكن ممكن اقول له انا مش حابب اجاوب على السؤال ده، والله هو بس السؤال ده انا يعني ما بحبش اتكلم في المواضيع دي كتير، فانا هنا الحاجات الخاصه ما بحبش اقولها، دي كلها امور يعني فيها خصوصيه. وعلى فكره انا اعرف شخصيات بتعمل هذا الامر، يمكن الاول الناس بتستغربهم ثم بعد كده يعتادوا عليهم،
فيقول لك مثلا انا وهذا الكلام شفته بالفعل، ان حد جاي بيتكلم يعني قريب وبيتكلم مع حد في شغل، فلما وهم اثناء الشغل بيقول له طب ولادك عاملين إيه؟ لانه هو اصلا قريبه يعني في نفس الوقت بيشتغل معاه. قال له المكتب هنا مخصص للشغل، اما بالنسبه للامور الاخرى لما نبقى نخرج بقى او في البيت نبقى نقولها. في الاول بيتصدم، ولكن بعد كده بيبدا يعتاد ان الشخص ده بيجاوب هذه الاجابات. فبالتالي في عندي تصادمي زي ما احنا قلنا، وفي عندي مهذب. في كمان عندي طريقه الاجابه بنفس السؤال. يعني حضرتك هتقول لك مرتبك كام، واقول لك طب وانت مرتبك كام؟ فانا هنا برضو عملت اجابات. خلي بال حضرتك او حضرتك كمان ان احنا بنحتاج فعلا كتير للحاجات دي وما بتبقاش حاضره في ذهننا. يعني ببقى عايز اجاوب ومش حاضر في ذهني الكلام ده، فبحرج، فيا اما بجاوب. وغير كده تلقائيتنا دي ممكن تودينا ورا الشمس. يعني طبعا. احيانا لما حد بيوجه لي سؤال من النوع ده، انا من جوايا في ردود لو طلعت هتزعله، فانا مش عايزه ازعل الشخص اللي قدامي. طب اعمل ايه؟ احضر بقى الردود ولا اعمل ايه؟ ايه؟ عايز اسال طب نحضر يعني نقعد نذاكر ولا نعمل لا ايه؟ هو حضرتك اللي انا قلتهم دول، اول حاجه ممكن اغير الموضوع، نمره 2 ممكن ان انا اتجاهل، نمره 3 ممكن اعمل رد تصادمي زي ما احنا قلنا، نمره 4 ممكن يبقى رد مهذب او اسلوب مهذب، ممكن نمره 5 احول الموضوع او احراج التصادمي والاحراج المهذب، ثم نمره 5 ممكن ان انا ارد بنفس الاجابه بنفس السؤال اللي هو سالهوني. نمره 6 احطه هو في الموضوع، ان انا احرجه هو، بمعنى انت ليه بتسال كده؟ انت ليه مهتم بالحاجات دي؟ انا على حد علمي ان مجال حضرتك مش في الموضوع ده. وشوفي انا بقول برضو كلمات لبقه يا جماعه، هنقول حضرتك وحضرتك، مش لازم دايما قد كلمات قويه يعني مش خناقه. حضرتك انا عارف ان مجالك مش كده، انت ليه اهتميت مثلا بمجال انا اتذكر موقف كده في مره، يعني انسانه ما، يعني شخص مهذب ومحترم يعني قعدت تسالني على حاجات كتير. انا عايز اقول لها حضرتك يعني انت ايه علاقتك بالموضوع؟ فمن كتر ما ضغطت عليا فانا رحت واصل، انا افتكرت حاجه كده وانا واقف انا وهي بندردش. يعني هي بتحب بنتها قوي، قلت لها وبنتك عامله ايه؟ صح اتخرجت ولا لا؟ مش عايز اقول لك بقى نسيتني انا خالص. وده جابت كذا وده وامتياز في كذا ومش عارف ايه وان شاء الله هتشتغل وراحت بقى. والله انت عارف دي طريقه حلوه برضو اننا نستغل النقطه دي في ان احنا عارفين الشخص اللي قدامنا ممكن يكون بيحب ايه، فنحول الموضوع لموضوع هو بيحبه فنشغله عننا خالص. هي كان شغفها في الحته دي. حضرتك غيرت الموضوع لحاجه هي ممكن تتكلم فيها. راحت بقى نكتب كتاب بقى عن القعده بقى، يعني نكتب مجلد عن القعده. بس لو حضرتك مثلا ما تعرفش حاجه عن حياتها الشخصيه، مثلا حد غريب عنك، لا مش هتعرف تساله. ما هو لو حد غريب اتخيل ان المعامله ممكن تكون اقوى بقى يا فندم. يعني مش اقوى اللي هي صداميه يعني، بس اللي هو حضرتك خير في حاجه يعني ايه علاقتك؟ ما هو ده حضرتك كده بتقفل معاه. يعني لان هو غريب في الاخر، فانت ايه اللي دخلك في التفاصيل دي؟ ده وجهه نظري، لكن حضرتك اللي تصحح لنا لو انا مخطئ. لا كلام حضرتك، ما احنا قلنا ان في احراج بقى تصادمي. خلاص انا الشخص ده مش فارق معايا يزعل، ما انا ممكن اقول الشخص ده انا مش فارق معايا، انا عايزه يزعل مش عايز اي حاجه. ولكن زي ما حضرتك قلت، انا لو عارف، انا هنا قلت مجموعه طرق او استراتيجيات، انت بتختار الحاجه اللي تناسب حضرتك في الموقف ومع الشخص. زي ما حضرتك قلت انا ممكن اغير الموضوع لشيء يهم الطرف الاخر، ولكن لو انا عارف المعلومات دي عن الطرف الاخر. صحيح. برضو الفرق ما بين مثلا الجنس والجنس الاخر، ومدى امكانيه ان انا يعني الجنس اللي هو الذكر او الانثى، ومدى امكانيه ان انا ممكن اتلطف شويه مع حد يكون مثلا نقول بنت خالتي، نقول خالتي، ممكن اقول لها انت خسيتي، او مثلا زي ما بنقول السيدات كلها ده بجد باين عليا عارف الحاجات دي حضرتك. لا والبنات بتحب كده جدا. بس انا يعني عشان ما حدش ياخد، احنا قلنا دي طرق على حسب الشخصيه اللي قدامك. ممكن الشخصيه لو قلت لك الكلام ده هتقول لي بقى يعني هيبقى احصل تتضايق من حاجه زي كده. ده لو شخص بقى كبير وناضج. طب نيجي نروح للاطفال. الاطفال هم بطبيعه سنهم الصغير عندهم حب استطلاع، عندهم فضول، عايزين يسالوا الترابيزه دي اتحطت هنا ليه، الكوبايه دي ليه محطوطه كده، بيسالوا في كل التفاصيل. انما لو جينا شويه نتكلم عن الاسئله المحرجه اللي ساعات بيوجهوها للاب او الام، هل الافضل ان اولياء الامور او الاب او الام يسكتوا ما يردوش، او يحولوا برضو الموضوع او يحولوا انتباههم لاي حاجه تانية، ولا يردوا بس لازم يكون عندهم فطنه وكياسه ويردوا كده بحكمه وعقل اجابات منطقيه تناسب سن الاطفال دول؟ تمام، انا هجاوب حضرتك بس اقول احصائيه الاول وبعد كده هجاوب حضرتك. احدث دراسه اتعملت عن هذا المجال كانت معموله على 2000 شخص، 54% منهم يعني تقدر نقول بقى 1000 وشويه قالوا ان احنا ما بنعرفش نرد على اولادنا لما بيسالونا الاسئله المحرجه، و38% منهم قالوا ان احنا بنجاوب اجابات بعد كده بنكتشف ان احنا اخطانا في الاجابه،
والشويه اللي فاضلين هم دول اللي بيقولوا احنا بنجاوبهم اجابات بتبقى صحيحه. وممكن نقول يمكن يكونوا على درايه بطريقه الاجابات الصحيحه، يمكن يكونوا متخصصين في مجالات مختلفه فبيعرفوا يجاوبوا، يمكن يكونوا ما اتسالوش الاسئله المحرجه الاحراج الكبير. لان هو احنا عارفين دايما لما بنقول احصائيات زي كده هي دي الطريقه الوحيده اللي انا ما اقدرش اجيب المجتمع كله ولا الدول كلها اعمل عليهم دراسه. حضرتك بتتكلم في 8% بس هم اللي مؤهلين. كويس ان حضرتك حسبتها. يعني ده عدد، هم قالوا احنا مؤهلين، وانا بقول لحضرتك ان النسبه دي كمان خاطئه لسبب لان ممكن يكون في بعضهم ما اتسالش الاسئله القويه او اللي هو ما عرفش، بعكس الاخرين اللي اتسالوا اسئله ما عرفوش يردوا عليها. فبالتالي احنا دايما بنعمل الدراسه، بنعمل على عينه وبعد كده بنعمم نقول بقى يبقى 54% من المجتمع كله، رغم ان هي ممكن تكون تشمل 2000 ولكن هي دي الطريقه الوحيده، ما اقدرش اعمل على كذا مليون مثلا دراسه. فبالتالي عندنا 54% 38% حضرتك، وطبعا النسبه الاخيره 8%. طيب احنا ايه الطريقه المثلى؟ لازم نعرف ان الاطفال لو انا ما اديتلوش الاجابه هيبحث عنها وهو عنده فضول، خاصه عند سن بقى ال4 سنين وال5 سنين لو وال6 السوشيال سنين. ميديا مش مخبيه عنده حاجه فضول وعنده مصادر كتير جدا. عنده مصادر كتير في الوقت الحالي. صحيح. فبالتالي لازم يبحث عنها. فانا عندي برضو طرق، ونقدر نقول الطرق دي تتوافق مع الاشخاص، كل الاهل، الاب والام او الجدود او الخلان، اي حد بيربي يعني على حسب ايه الامور. ممكن برضو نقول ان الطرق دي للمدرسين، بما ان احنا في قناه مدرستنا فنقول برضو للمدرسين في المدارس عليهم دور كبير طبعا. طبعا ممكن نقول ان احنا اول حاجه ما نقولش للطفل اجابه خاطئه. طيب اعمل ايه؟ اقول له لو انا عارف الاجابه الصح خلاص ده ما عنديش مشكله، انا من 8% اللي بيعرفوا يجاوبوا اجابات صحيحه. لو انا ما عنديش الاجابه الصحيحه هقول له انا هجاوبك يا حبيبي بس نعمل كذا، او يا حبيبتي طب هنعمل كذا الاول بعد كده نجاوب، وابحث عن الاجابه واجيبها له بما يتناسب مع عقله. بس ما اكدبش عليه، يعني انا ما اقولوش حاجه اي كلام خالص وبعد كده اروح جاي بعد كده الولد هينشأ على ان هو ده التصرف السليم او هي دي الطريقه الحقيقيه. لو انا عندي الاجابه الصحيحه بس لا تتناسب مع عمره دلوقتي وتفكيره، اخرج من المزنق ده ازاي؟ ما احنا قلنا بقى لو انا اعرف اجاوبه بالطريقه تتناسب مع سنه هجاوبه، ما هو كلها لازم تكون طريقه تتناسب مع السن اللي بيسالني. صحيح. لو انا ما اعرفش انا عارف الاجابه تمام، ممكن يسال عن حكايه الولايه الابسط شيء، يعني دايما الاطفال بيجي في دماغهم احنا موجودين ازاي؟ صحيح. ده ابسط سؤال كل الاطفال تقريبا بتساله طبعا اولياء امهم. فانا لو ما عنديش الاجابه الصحيحه ممكن اشوف كيفيه الرد على هذه الاجابه، واسال مختص او اسال حد كيفيه الرد، بان انا ارد على حسب بقى الفئه العمريه اللي هو بيسالني فيها، فارد عليه بان ده بيحصل يا حبيبي من خلال الاثنين اللي بيتجوزوا. مش لازم اقول بقى العمليه نفسها اكيد صحيح. انما اقول لما الاثنين بيتجوزوا بيبقى هو هنا هيعرف ان الجواز بيجيب الاولاد، ولكن مش لازم يعرف كل التفاصيل الصغيره والكبيره في هذا الامر. فيبقى من خلال بابا وماما بيتجوزوا اجابه سطحيه ونتخطى الامر يعني، وتخطيت فيها الامر. وكذلك في كل الامور بقى الثانيه اللي فيها احراج. طب لو سالني عن شيء عن طرف اخر ما ينفعش ان انا اجاوبه عليه، مثلا بيسالني هو ليه خاله مثلا بيعمل الحاجه الفلانيه، هو ليه مش عارف ده متجوزه مش عارف ايه مع انه بيعمل بيشتمها، في حاجات ممكن يشوف حاجه قدامه ويعني ما تخصناش ان احنا نتكلم فيها ولكن هو يحب يسال. فهنا انا بقدر ابتدي بقى البذره بتاعت الجيل اللي طالع، نقول له ان في حاجه اسمها خصوصيه يا حبيبي، ما لناش دعوه بالناس الثانيه. احنا دايما يا حبيبي تسال او يا حبيبتي تساليني عن الحاجات الخاصه بيكي والحاجات الخاصه باخواتك او كده او بيا انا وماما. ممكن كمان حاجات اقول له دي يعني حبيبي بص دي حاجات بتاعت كبار بس انا هجاوبك عليها، ممكن اروح اسال وارجع تاني. فكلها يعني الحلقه دي انا اتمنى، ويا ريتني كنت قلت الكلام ده من اول، اتمنى ان الناس يا اما هتلاقيها على اليوتيوب، يا اما يبقى معاهم ورقه وقلم ويكتبوا الحاجات دي كلها، مش عيب، ويقعدوا يستخدموها في الاوقات المناسبه. مع التكرار هيصبح بالنسبه له امر عفوي وطبيعي جدا ان هو بيعمله. اي حاجه في الاول بتبقى بالنسبه لي انا مش هعرف اقول كده، هو ازاي هعمل الحكايه دي؟ مع تكرار الامر هلاقي نفس الموضوع اصبح عفوي بالنسبه لي وبستخدمه على طول، لان عقلي الباطن هيعتاد على ان انا بتسال كده وبتكون دي طريقتي في ده بالنسبه للرد على فضول الاطفال. طيب هل مطلوب، واحنا كمان في مدرستنا 3 ودايما كده بنخصص جزء من حلقاتنا نتكلم فيه عن الاهالي وعن ابنائهم، هل مطلوب ان الاب والام يسيبوا مساحه شخصيه لاولادهم بدون اي تدخل، ولا في الحاله دي ما ينفعش ولازم هنا التدخل سواء بشكل مباشر او رقابه غير مباشره عليهم؟ المساحه الشخصيه ما تكونش في حاجات اخلاقيه او حاجات بتمس التقاليد او العادات او الخلق او الدين. اسيب له مساحه مع اصدقائه،
سيب له مساحه، ممكن اقول له يختار ايه اللبس، بالعكس ده انا ممكن الرياضه اللي هو عايز الرياضه يعملها. اللي هو عايز يعملها بطريقه معينه. يعني يمكن الناس بيعاني من الحاجات الحلاقه والمش عارف واللبس وحاجات معينه، احنا ساعات بنقول للاولاد ما ينفعش والكلام ده كله. قول له طبعا في حاجه لو انت لقيت ان هي مخالفه للتقاليد او دين، يلاقي شيء المنتقدات، الحاجات المقطعه قوي والحاجات، انما الحاجات الطبيعيه نسيب له هذه المساحه، يبقى حاجه ما تبقى بعيده عن الدين والاخلاق والتقاليد بتاعتنا. للاسف النقطة دي بالذات في ناس خاصة مع المراهقين آباء وأمهات بيسيبوا المساحة زيادة عن اللزوم، فيقول لك معلش بقى شباب يعمل اللي هو عايزه، فيسيب ابنه يعمل كده، فنشوف في المجتمع المناظر اللي احنا بنقعد ما هي ننتقدها. دي مصيبه خصوصا في مرحله المراهقه، انت مش طبعاً. عارف انت ابنك بيعمل ايه بالظبط. طبعا، فبالتالي احنا بنشوف حاجات في المجتمع نقعد نقول هو ازاي الولد ده، هي ازاي البنت دي نازله من بيتها كده، احنا يا نفسنا فندم بنسأل يا كده. ريت الموضوع وقف على ان احنا بنشوف ناس في الشارع عناصر كده، لا ده اصبح في نماذج مشهوره الحقيقه لا تعبر عن عاداتنا ولا تقاليدنا ولا ديننا ولا اخلاقنا للاسف الشديد. ويعني في جزء من ده انا بشوف ان السوشيال ميديا سبب فيه. يعني انا مش هظلم السوشيال ميديا، هو تم اساءة استغلالها من بعض الاشخاص فاصبح في هذه النماذج، ولكن في الاخر يعني خير ان شاء الله. انا عارف ان حضرتك عايز تنهي الحلقه، بس انا هقول كلمه، حضرتك اديتني اتفضل يا بس فندم. سؤال في حاجه. انا حضرتك نتكلم على نموذج مش معروف فبنقول هو بيعمل حاجه يتشهر بيها، وان كان ده غلط طبعا احنا مش موافقين، صحيح. ولكن ايه هو يعني الرد بتاع واحد او ايه مبرر واحد مشهور اصلا اوريدي ان هو يعمل مثل هذه الاشياء؟ فبنقول لهم يعني انتوا قدوه وانتوا الناس هتقلدكم، وده يجي بعد كده انتوا تحملوا لواء الكلام ده كله، هيبقى جاي عليكم انتوا يعني بقى في ميزان في اجيال حسناتكم طالعه أصلاً. يعني طبعا للاسف. بنخشى عليهم يعني من هذه الاشياء. دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه، بجد استمتعنا بالحوار مع حضرتك وبنشكرك جزيل الشكر، وكان موضوع مهم وشيق، وان شاء الله حضرتك تكون معانا في موضوعات اخرى باذن الله قريبا. نورتنا وشرفتنا يا دكتور، شكراً وبنشكر والله، أنا حضرتك اللي سعيد لوجودك بوجودي معانا النهارده. أنا اللي سعيد هي بوجودي مدتنا معاك. بمعلومات قيمه، يعني كنا في حاجه فعلا ليها. شكرا جزيلا.